زعما فرجاني ساسي باش يلعب اساسي. مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد باش نحكيو فيه على التشكيله المثاليه للمنتخب الوطني التونسي من اجل التاهل للدور الثاني من كاس الامم الافريقيه من الباب الكبير. ان شاء الله المنتخب التونسي في المباراه هذه يسحق تنزانيا. تبعوا معنا الفيديو للنهايه. اوكي يا جماعه، نبداو بحراسه المرمى. بصراحه ولت فيها جدل ولا فيها كلام ولا فيها حديث على دحمان انه ما قدمش مباراة باهية ضد نيجيريا صحيح، ولكن تغيير الحارس في وضع حساس كيما توا ممكن يعمل مشكلة حتى للمدافعين. علاش تخيروا انه دحمان يبقى اساسي بصراحة، ولو انه حتى تغييره منطقي بصراحة. معناتها عمل اداء خايب ياسر في ماتش نيجيريا وما عاوناش، كان في كرة واحدة في بالي في اخر المباراة تكاو ما عاونا في حتى شيء دحمان. باهي بالنسبة لخط الدفاع نرجعوا للأربعة. 3-3 بصراحة، وكما العادة كما لعبنا ضد أوغندا الطالبي وبرون ما يتبدلوش في خط دفاع المنتخب التونسي، وإن شاء الله بالطريقة هذه نرجعوا التوازن، وإن شاء الله ننساو مأساة مباراة نيجيريا اللي أنقذنا فيها التونكتي في الدقائق الأخيرة. ولولا التونكتي اللي حسن أداء المنتخب التونسي من اللي دخل لكانت الأمور كارثية. ورانا توا كنا نقول المنتخب التونسي خاسر خسارة تاريخية 3-0، أما الحمد لله أنه رجعنا في السكور على الأقل 2-3 وكنا قراب من التعديل. المهم يا جماعة، بالنسبة للناس اللي تحب تشوف ردة فعلي على المباراة هنا موجودة في القناة، آخر فيديو تتلقاوه عملت ردة فعل كاملة على المباراة، تعرفوا فيها تفاصيل، تعرفوا فيها بالحق قديش اتدمرت في الماتش هكا. به بالنسبه للاطراف كما العاده العابدي ويان فاليري. وفكره يان فاليري في الدفاع يا سامي طرابلسي، رد بالك تعودها مره اخرى، راني نجيك للمغرب بالحق. ما عادش تعودها، ما عادش تعودها يا حبيبي. خلي اللاعب يلعب في مركزه، سيب المربوط من الاخر. به بالنسبه لي وسط الميدان، الصخيري اكيد حجر لا يتغير في وسط ميدان المنتخب التونسي، ولكن الحجر اللي باش يغير اليوم بصراحه يعني هو فرجاني ساسي. ما شفناش منها حاجه كبيره، معناتها بصراحه ما سلكهاش فرجاني ساسي في المباراه بتاع نيجيريا. فنتصور خاصه انه تلعب ضد تنزانيا فريق اقل منك، لازم تلعب بتشكيله هجوميه في الوسط. الصخيري حنا بعل باين بصراحة. أنا الصخيري أكثر دفاعي، حنا بعل يمشي دفاع وهجوم، ومعاهم قدامهم عمكم الغربي. أعطوه فرصة يلعب أساسي، أعطيه فرصة يلعب أساسي، يهديك خلي ياخذ يعني ثقة في روحه أكثر. والغربي إذا يسجل في كأس أفريقيا راه ينطلق، وبالحق لاعب الكاليتي متاعها راهي باش موجودة عند العديد من المنتخبات، لاعب فريد من نوعه. فأعطيه الفرصة يا سامي، ويستاهل أن يكون أساسي في مباراة تنزانيا. هذا هو الثلاثي اللي بصراحة في رأيي الشخصي أحسن ثلاثي حاليا في وسط الميدان ممكن يعتمد عليه سامي طرابلسي، خاصة في النسق الهجومي. ثم ناس يقول لك سعد ممكن يكون مكان الغربي، أوكي مانيش رافض بصراحة، ولكن نخير أنه إسماعيل الغربي يلعب أكثر بصراحة. بالنسبة للهجوم يا جماعة، على اليسار او على اليمين العاشوري، على اليسار عمكم التونكتي. بصراحة التونكتي شيء كبير معناتها لاعب فلتة، لاعب يعني كنا عاجزين قدام نيجيريا، ما ثماش ولا لاعب يقدر يعدي لاعب نيجيري واحد ضد واحد. جي هو بدي يفسخ فيهم يعني بالجروب اون جروب، يفسخ فيهم واحد اثنين ثلاثة، معاش على باله ويوزع دخلها بعضها. يعني بصراحة نيجيريا كانت مرتاحة من التونكتي مش موجود، تخلي التونكتي هبلهم تعرف ايش معناتها هبلهم، تعبهم في حياتهم على الطرف الايسر. هيك علاش التونكتي نتصور انه باش يكون هو نجم المباراة هذه ان شاء الله، وان شاء الله كان يقدم الاداء اللي قدمه ضد نيجيريا الربح مضمون. بالنسبة للهجوم خلينا مع المستوري، وممكن هذه اخر فرصة بصراحة للمستوري، اذا ما يسجلش اذا ما يعملش حاجة باهية للامانة معناتها ما نتصورش كان باش يكمل، ونتصور انه يبدا يعتمد على ثلاثة لاعبين ما فيهمش مهاجم ولا الشواط بصراحة حتى هو حرف من مستوري. فممكن يولي سعد يلعب تحت المهاجمين، يعني يولوا مثلا الغربي وسعد وراء المهاجمين اللي هم العاشوري وتونكتي يلعبوا
بنظام ال 4-2-2-2 معناتها. ممكن هيك ان شاء الله نناقشها بعد مباراة تنزانيا، وان شاء الله ما نناقشوهاش باش المنتخب التونسي يربح والمستوري يماركين. نتمنى كل الخير لكل اللاعبين. انتم اكتبوا لي توقعاتكم للتشكيلة في قسم التعليقات. ان شاء الله الفيديو هذا يكون عجبكم، والسلام عليكم.